في نوع من الناس بمجرد ما يدخلوا أي مكان الكل بيسكت، الأنظار بتتوجه ليهم بدون ما يتكلموا، حضورهم تقيل وكأنهم مش بني آدمين، كأنهم ظاهرة. طبعا انت بتتساءل، طب ازاي؟ هل مثلا الشخص من دول عنده ملايين؟ هل عنده عضلات فجسمه بيلفت الانتباه؟ أو هل مثلا بيهدد الناس؟ الإجابة لأ. السر الحقيقي هو ان عنده حاجة نادرة اسمها الثقة الشيطانية بالنفس. النوع ده من الثقة مش بيجي من التحفيز ولا من كورسات التنمية البشرية ولا من الكلام اللي بتسمعه في نوعية الفيديوهات الرديئة اللي اي حد بيعملها دلوقتي. النوع ده بيتبني من الداخل، بيبدأ من عندك انت خطوة بخطوة. ولكن قبل ما نبدأ خليني أقولك هتكسب ايه لو امتلكت النوع ده من الثقة بالنفس. رقم 1، هيبة تلقائية في كل مكان تدخل فيه من غير ما تتكلم، بتبقى مش محتاج تثبت نفسك، وجودك كفاية. ورقم 2، تحكم كامل في علاقاتك، مش هتكون الشخص اللي بيستنى القبول من الناس، هتبقى انت اللي بيتم السعي وراك حتى من قبل النساء. واللي بيبعد هو اللي بيخسر، واللي بيقرب بيحسب كل خطوة وبيحس انه مبسوط بمجرد انه جنبك. ورقم 3، هدوء داخلي، مش هيبقى فيه اي شيء يهزك، لا انتقاد ولا فشل ولا نظرة احتقار من اي شخص، لانك ببساطة وصلت لمرحلة مفيش حد يقدر يوصلك فيها. الفيديو ده هيكون دليلك للثقة الشيطانية بالنفس، وكل خطوة في الفيديو بتكمل اللي بعديها. عشان كده عاوزك تركز في كل كلمة انا هقولها. في كذبة كبيرة بيصدقها معظم الناس، وهي إن الثقة بالنفس لازم تكون مبنية على نجاح، على الملابس الغالية، على الجسم الرياضي، على الكلام اللبق، أو حتى على شهادات وخبرات سنين. بس الحقيقة هي إن ده مش صح. وممكن شخص يكون عنده كل الكلام ده ولكن ثقته بنفسه هتكون مكتسبة، مربوطة بإنجازاته، ولو دخل في تجربة جديدة أكيد أنت عارف هيكون عامل إزاي. على عكس الشخص اللي فعلا عنده ثقة شيطانية بنفسه بتخليه واثق في نفسه في أي وقت وفي أي ظرف من الظروف، لأن كل ده ملوش أي علاقة بالثقة الشيطانية بالنفس اللي الفيديو ده معمول عشانها. أنت ممكن تكون شخص فاشل في الدراسة، عاطل وشكلك عادي جدا، لكن بمجرد ما تدخل مكان الكل يحس بوجودك. وأظن إنه أكيد في بعض الأشخاص أو على الأقل شخص واحد جه على بالك وأنا بقول الكلام دوت، فيه المواصفات اللي أنا بقولها دي. طب ليه ده بيحصل؟ أو إيه السر اللي ورا كل ده؟ السر هو إن الثقة الحقيقية عمرها ما كانت جاية من بره. الثقة دي بتبدأ من فكرة واحدة بتسيطر على عقلك: أنا موجود، مفيش حد زيي ولا هيجي حد زيي. يمكن تحس إنها نرجسية، صح؟ ولكن لأ، ده حب وثقة بالنفس بتخليك عارف قيمتك كويس جدا. ثقة مش محتاجة إثبات، ثقة مش محتاجة حد يسقف لك عشان تحس بيها، ثقة نابعة من إنك فاهم إنك مش لازم تعجب الكل ومش محتاج تكسب كل الناس. الشخص اللي عنده ثقة شيطانية مش بيفكر هو عاجب مين ومش عاجب مين، هو بيفكر في مين يستحق يكون من معارفه أصلا. النوع ده من الثقة بيخلي اللي حواليك يحسوا إن في حاجة مش مفهومة جواك. لما تشوف شخص واثق في نفسه الثقة دي هتقول أكيد في حاجة هي اللي مخلياه مقوي قلبه كده وشايف نفسه بالطريقة دي. ولكن الحقيقة إن ده مش صح، هو شايف وحابب نفسه لأنه عارف قيمته ومقتنع إنه فعلا شخص رائع. ولكن الناس التانية هتشوفك بالطريقة دي وهتحس من مجرد ثقتك بنفسك إنه فعلا في حاجة هي اللي مخلياك واثق كده، بس هم لسه مش عارفينها. وده هيخلي حواليك حالة من الغموض والهيبة، حاجة غامضة وتقيلة بتخليهم يحترموك من غير ما يفهموك. وزي ما قلتلك، الثقة مش بالكلام ولا في اللبس، الثقة في السكوت اللي وراه يقين، في نظرة العين اللي بتقول أنا مش ببالغ، أنا عارف أنا مين كويس جدا. للأسف الناس طول الوقت بتحاول تشرح وتثبت للناس التانية إنها قوية، ذكية، وحتى ناجحة، لكن كل مرة أنت بتبرر فيها حاجة أو بتحاول تثبت حاجة أنت بتدي اللي قدامك إحساس إنك شاكك في نفسك أصلا. الشخص اللي واثق في نفسه بجد ما بيشرحش ليه قرر يختفي فجأة، ما بيبررش ليه ما ردش على مكالمة أو رسالة، ما بيجاوبش على أسئلة ملهاش لازمة. ببساطة لأن التبرير دايما بيحطك في وضعية المدافع. أنت مش محتاج تشرح وتبرر موقفك لأي شخص، لأنه ببساطة حياتك واختياراتك هي ملكك انت وبس. والواثق عمره ما بيدافع ولا بيبرر، هو بيختار الصمت. يعني ببساطة كده هو ده اللي عندي واللي عاجبه عاجبه. كم مرة حاولت فيها تثبت لبنت عاجباك انك شخص ذو قيمة عالية، وانك بتروح الجيم ومهتم باكلك ومعاك فلوس، وبرغم من كل اللي انت قلته ده برضه سابتك، او يمكن بطلت تهتم ليك اصلا. والحقيقة ان ده سببه التبرير. بتحاول تقنعها انك الشخص ده بدل ما تحاول تثبت انك راجل ذو قيمة عالية بالمواقف. خلي المواقف هي اللي تحدد وتبين كل حاجة، إنما التبرير والإثبات بالكلام سيبه للأشخاص المهزوزين.
أكتر شيء بيفضح ضعف أي شخص هي ردود الأفعال، الصوت العالي، التوتر، الغضب، حتى الدفاع عن النفس بالطريقة الخطأ، كلها علامات إنك مش متحكم في اللي جواك. لكن الشخص اللي بيمتلك ثقة شيطانية بالنفس هو اللي يوصله الإهانة حد يتريق عليه وردة فعله بتكون هادية جدا، ويرد ردود واضحة وبيفعل أكتر أفعال تزعل اللي قدامه على اللي قاله. طب ليه؟ لأن ردة فعلك هي الرسالة الحقيقية. ممكن تمثل قدام الناس إنك شخص قوي، لكن لما حد يستفزك ويخليك ترد بسرعة أو تبرر وتنهار وتتلعثم في الكلام وهيبتك تموت، وقتها الحقيقة بتظهر. لكن الشخص اللي واثق في نفسه لدرجة إنه يتجاهل كل محاولة لاستفزازه واللي بيرد بهدوء قاتل هو اللي بيختار الصمت بدل الجدال، هو ده اللي بيكسرهم من غير ما يلمسهم. الثقة الشيطانية مش إنك تكسب كل معركة، بل هي إنك تختار المعارك اللي تستاهل وتنسحب من الباقي. وعشان تعلي ثقتك عمليا في نفسك بعد ما عرفت عقلية الشخص الواثق، ففي كام حاجة كده هتفيدك جدا. أول حاجة هي الجيم أو الرياضة بشكل عام لتحسين جسمك، قراءة الكتب لتحسين عقليتك وزيادة المعلومات، وتالت حاجة هي تعلم مهارة عشان تزود دخلك، ورابع حاجة هي تعلم علم النفس ولغة الجسد. ولكن زي ما قلتلك ده مش الأساس، الثقة بالنفس بتبدأ من عندك. يعني حتى لو عملت الأربع حاجات دول ولكن انت ما غيرتش عقليتك هتفضل غير واثق بنفسك. إنما الحاجات دي زي المكملات اللي بتكمل الصورة وبتخليك شخص مهيب. لو وصلت للنهاية فده معناه انك شخص بيدور على الحقيقة، ولو مهتم تفهم اكتر عن علم النفس الاسود والتلاعب والتحكم بالعلاقات اشترك في القناة، لان اللي جاي هيغير نظرتك للعالم تماما.